ام النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو عنده قد ايه؟ هو عنده 6 سنين. ماتت وهو عنده 6 سنين، وماتت وهي راجعه من المدينه، يعني كانت بتزور اخواله، راجعه وماتت وعيت وجالها حمى وجالها سخونيه وماتت، ودفنت في منطقه كده اسمها الابواء، وهنجي لها برضه بعدين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابه معديين عدى على قبر امه يعني. مين اللي بدا يرعاه؟ جده. جده ده حد تقيل قوي عشان بس نبقى فاهمين. جده ده اللي هو اكتشف من جديد ايه؟ زمزم. فاهمين عبد المطلب ده مين؟ ده حد تقيل قوي قوي في قريش. فجده كان بيحبه جدا، كان بيحبه اكتر واحد في كل احفاده وفي كل ولاده، وكان يجيبه يقعد معاه وكان يقعده جنبه وكان ياكله، ودي حاجات ما بتحصلش. يعني العرب ممكن يبقى واحد فيهم ما بيبصش ولاده، الكرسي بتاعه ممنوع حد يقعد عليه، لما يخش ما حدش يتكلم عشان الاب ده، يعني كانوا عندهم الحته دي. فلما اقول لك جده كان بيعامله كده ويقعده ويجيبه ويقول لهم هذا ابني ان له شأنا وكده، تعرف ان ربنا بيسر للنبي صلى الله عليه وسلم الجزئيه دي لحد ما جده برده مات وهو عنده 8 سنين، وبعد كده تكفل بيه عمه. وقلنا انه كان بيحبه جدا وكان بيؤثره على اولاده وكان بينيمه معاه وكان بياكله قبل كل الناس، كان بيحبه قوي يعني. بس عمه ما كانش غني، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدا يشتغل من هو صغير، وبدا يشتغل في راعي الغنم. وهو يقول انا كنت برعى الغنم في قراريط المكه، يعني بره ارض مكه، وكان بيرعى الغنم. وبعد كده كان يطلع تجاره مع عمه كان بيطلع يتاجر في الشام، ياخده معاه ويطلع يسافر معاه. فلما انت تشوف ربنا هو بيقدر النبي صلى الله عليه وسلم ظروف حياته، انت ممكن تشوفها من بره، ممكن تشوفها حلوه او وحشه او قاسيه او عاديه، بس انت لازم تبقى فاهم انه اللي بيحصل ده بيحصل لحكمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا اب ولا ام ولا جد، يعني 8 سنين ما عندوش اب وام ولا جدود يعني. طب ليه ربنا يعني ممكن يقدر لواحد كده؟ لازم انت تبقى شايف الحكمه والخير في اللي بيحصل. لو ما شفتوش هتتسرع او اتسرعت وما فكرتش فيه، هتلاقي نفسك ممكن تقلب، ممكن تسيء ظن. العلماء هم بيفكروا في الموضوع يطمن النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يتعلقش بحد، يعني عشان ما يتعلقش بحد، ما عندوش اب ما عندوش ام. الحاجات اللي بيقولوها انه اليتيم يستشعر شويه الوحده ويستشعر الضعف ويستشعر المشاعر اللي هي بتخليه رقيق ومتواضع ويحس بالناس. يعني سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى متعود على ده، عمه بقى بيموت، زوجته بقت بتموت، اولاده بقوا بيموتوا، وده كان لحكمه. خلي بالك، ما هو نبي ما ينفعش ان هو ابوه، طب ابوه وامه، طب لو ما امنوش، طب الموضوع فيه تعقيدات، طب ابن ليه، طب لو هو مات، طب بعد كده الناس هتمجد في ابنه، هتقدس في ابنه. الموضوع هو اصلا كان مجبر على الظروف دي، فكان لازم يتعود عليها. فلما ده حصل له عشان هو نفسه يستفيد. فمهم ان انت تفهم الحكمه. لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل، اللي بيشتغل بالذات بيقولك في الغنم ده التعامل مع الغنم زي التعامل مع البشر. يعني هو ربنا بيهيئه، انت هتقود بشر، فلما هو يتعامل مع البشر، البشر محتاجين صبر، والبشر محتاجين واحد يتواضع، البشر محتاجين واحد يبقى عنده سعة صدر، البشر محتاجين واحد يقودهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيتعلم ده، بقى بيتعلم قعدته في الراعي وفي الخضره وبعيد عن الدوشه وبعيد عن الزحمه، خليته صاحب فكره. عارفين صاحب فكره؟ يعني عارف لما واحد يبقى عميق ويبقى بيتفكر ويبقى بيتكلم قليل، ويبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم ساعده جدا على ان هو يفكر اصلا في الشرك وفي الاصنام، وكان بيقعد لوحده بعد كده في الغار لوحده بعيدا عن الاسلام اصلا. الموضوع ليه فوائد، انا اللي عايز اقوله انه الموضوع ليه فوائد، الموضوع ليه جانب ايجابي رهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا عايز يعرف امتى الواحد يرفع ايده في الصلاة كده وامتى ما يرفعهاش. في 4 مواضع في الصلاة بنرفع فيها ايدينا، غير كده ما بنرفعش ايدينا. اول حاجة في تكبيرة الاحرام، اول تكبيرة خالص وانا داخله صلاة. تاني حاجة عند النزول للركوع وعند الرفع منه، يعني انا نازله اركع اقول الله اكبر، هطلع من الركوع اقول سمع الله لمن حمده. وثالث موضع عند الرفع من التشهد الأول، لقول سيدنا عبد الله بن عمر بيصف صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
سحرت خلاص وقاعدين بقى حاطين ايدنا على خدنا كده ومستنيين الفجر، الساعة ديت بصي قبل الفجر، اللي قبل الفجر دي والله انا مجرباها. الساعة اللي قبل الفجر دي الدعوة اللي انت عايزاها ادعي، اي حاجة عايزاها اطلبيها في الساعة دي اللي هي وقت السحر. وقت السحر دي فيها عبادتين مهمين ما يفوتوكيش، الدعاء والاستغفار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه على رب العزة عز وجل ان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل. ربنا بيتنزل في الثلث الاخير ايه من الليل، يقوم يقول ايه؟ هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له. يبقى انت عندك 3 حاجات تعمليهم، تدعي، تطلبي، تستغفري. وربنا عز وجل يقول ايه؟ والمستغفرين بالاسحار. فدي اهم عباده، عباده الاستغفار اللي قبل الفجر. اللي هيغتنم شهر رمضان صح هيطلع منه مجبور الخاطر. الحاجه اللي صعبه عليكي وابنك تعبك، جوزك مضايقك، الرزق ضيق، عندك مريض وعايزه ربنا يشفيه، ركزي في شهر رمضان في الخير كله.